ازيكم يا جماعة، اهلا بكم في فيديو جديد، وده هو الجزء الثاني من ملخص حكاية سيكا. وقبل ما نبدأ ما تنساش انك تسوي لايك واشتراك على السريع، وكمان صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ. بنكمل حكايتنا وبنشوف ماب اللي هي واقفة بعد ما هجمت على سيكا وكانت عاوزة تقتله، وفجأة سيكا بيجي وراها وبتكون لسه هتهجم عليه، بس سيكا بيقول لها استني، مش دي اتقاتل معاكي، وبيقعد كده وبيفضل يتكلم معاها. مابل بتقول لها انت جيت ورايا ليه طالما مش ناوي تقتلني؟ سيكا قال لها انا جيت اتكلم شوية معاكي ويمكن اغير رأيي وانسحب من القتال لو قلتي لي على قصة حياتك. مابل بتقول لها انت عبيط يالا، جاي تتكلم معايا بعد اللي حصل من شوية؟ طبعا يا صديقي اللي حصل من شوية ده كان النزل في الفيديو اللي فات، فروح شوفوا. المهم بنكمل حكايتنا، وسيكا بيقول لها انا عارف انك ما كنتيش بتحاولي تقتليني. مابل بتقول لها انا كنت عاوزه بس اصيبك، بس عشان اقدر افوز عليك بكره. سيكا بيقول لها بس انتي مش حاسه انك بلغتي؟ بتقول لها انا كنت عاوزه اصيب 3 من اطرافك، بس مش عارف بقى يا صديقي لو كانت بلغت كانت هتعمل ايه. وبعدين بتقول له هو انت ممكن تعالج نفسك حتى لو اصبتك. بيتوه في الكلام وبيقول لها مش عارف. وبعد كده مابل بتقول له مع كل ده انا لو قتلتك بجديه مش هخسر عشان في سبب يمنعني اني اخسر. وبتقعد تترجاه وبتقول لها مش هقدر اكبح نفسي قدامك ومش عاوزة حد يموت تاني. وفجأة سيكا بيقول لها انت بديلة الإيمة، مهمتك انك تظهري كبطلة مزيفة وتفوزي وتجذبي انتباه الشياطين ليكي. مابل بتقول لها انت كنت تعرف؟ سيكا بيقول لها ايوه، بس بيقول لها في سبب ثاني مخليكي عاوزة تفوزي وتوصلي للنهائيات، ولو قلتي لي عليه ما عنديش مشكلة اني اخسر قدامك بكرة. مابل بتقول لها في حاجة واحدة انت غلطان فيها، وبتقول لها مهمتي هي اني اموت وانا يواجه عين الشر كايل عشان الشياطين تفكر انه البطلة ماتت. وبعد كده بتقول لها انه تجار روغروك بتاخذ العبيد وتحولهم لمرتزقة، وانا وكايل كنا من العبيد دي. سيكا بيقول في نفسه ده بيفسر ازاي هي تعلمت القتال بالطريقة دي. وبعدين مابل بتقول لها انه اهم حاجة في البطولة دي بالنسبة لتجار روغروك انهم يختبروا كايل لو كان وحش مثالي ولا لا. سيكا بيقول لها اختبار؟ بتقول لها ايوه، عشان يقدروا يصنعوا اطفال تاني زيه، وبيقدروا يحولوهم كده عن طريق انهم بيفتحوا حتة من جمجمتهم وبيزرعوا سحر اسود في عقله وبيخليه ما يحسش بالخوف او الغضب وما يترددش انه يقتل اي حد، وعشان ينفذ كل الاوامر، وبالتالي برضه هيفقد الشعور بالحزن والفرح ويبقى شخص مختلف تماما. وبعد كده بتقول لها انه تجار روغروك بيحطوا الاطفال في مجموعات، كل مجموعه بيكونوا 4 اطفال وبيفضلوا يتدربوا ويقضوا الوقت كلها مع بعضهم. بس للاسف واحد بس هو اللي هيعمل العمليه دي، بس لازم تقتل ال3 اطفال اللي كان معاك. الاول هو ده الاختبار قبل ما يعملوا العمليه، وكان المفروض اني اتقتل بس هم سابوني عشان ادخل البطوله واواجه كايل. سيكا بيقول لها وبعد كده بتقول لها انا كنت في فريق كايل وهو لازم يموتني. سيكا بيقول لها عشان كده عاوزة توصل للنهائيات عشان كايل يقتلك. بتقول لها انت فهمتني غلط. بتقول لها انا ما يهمنيش امر البطلة ولا تجار روغروك، انا هدفي اني اقتل كايل في النهائيات عشان قتل اخويا قدامي وعشان كده لازم انتقم منه. بس سيكا بيقول لها انت كدابة، كايل اخوكي. مابل بتنصدم، هو عارف ازاي؟ وكمان انا يا صديقي مصدوم. وبيقول لها كمان انه لون شعرك الاحمر ده مجرد صبغة. وبعد كده مابل بتقول لها انه كايل قال لها لو بقيت شخص تاني بعد العملية يبقى حرريني. بتقول لها انه الشخص ده ما بقاش اخويا عشان اخويا عمره ما كان هيقتل الناس البريئة، عشان كده لازم اقتله. سيكا بيسأل لو كانت هتقدر تهزم كايل ولا لا. بتقول لها مش عارفة بس لازم اعمل كده، وكده كده انا ما فيش حاجة باقيالي غير الموت سواء فزت او خسرت. حتى لو هربت تجار روغروك مش هيسيبوني في حالي غير لما يقتلوني. فجأة سيكا بيقوم وبيقول خلاص انا اتخذت قراري، انا راح اهزم كايل في النهائيات. بتقول لها حتى لو هزمت كايل تجار روغروك مش هيسيبوني وهيقتلوني. بيقول لها ما تخافيش انا هحميكي. بتقول لها مستحيل تقدر عليهم. بيقول لها هقدر عشان انا الاقوى هنا. بتقول لها شكرا ليك بس برضو انا هستخدم كل قوتي بكره عشان اهزمك. بيقول لها اعملي اللي تعمليه، انا هثبت لك اني الاقوى هنا. بتقول لها ماشي وبتسيبها وتمشي. وثاني يوم بتبدا المواجهه بينهم، وفجاه بتختفي مابل من قدامه وبتهجم عليه من ورا، بس سيكا بيتفادى ضربتها وبيهجم سيكا عليها بس بتتفادى هجومها ببراعه. بس سيكا بيقدر يقيدها وبيروح وبيمسك الفاس بتاعها، بس بتقول لها مستحيل طفل زيك يقدر يرفعه. وبيقول لها لا اقدر. والحكم بيعلن انه سيكا هو الفائز، وبكده يكون اتأهل للنهائيات وهيواجه كايل. وبيجي وقت المباراة الأخيرة بين كايل ضد سيكا، وأول ما بتبدأ المباراة سيكا بيستدعي وحش الدخان عشان ما حدش من الجماهير يقدر يشوف قتالهم، وبيبدأ سيكا الهجوم على كايل بس ما فيش أي تأثير لهجومه، وكايل بيرد الهجوم عليه بس سيكا بيستخدم دفاعه المطلق. وفجأة سيكا بيستدعي وحش اسمه أوشيوني وبيبدأ يهجم على كايل وبضربة واحدة بس بيخليه مش قادر يقوم تاني. وسيكا بيقول له ده أقوى منك بكتير. وفجأة تعويضة ختم بتتفاعل على كايل تلقائي، وسيكا بيقلق وبيعمل حاجز عليه بسرعة، بس الحاجز ما بيعملش حاجة لأنه كان المفروض يلغي أي لعنة أو تعويذة. وسيكا بيكون قلقان ومش عارف يعمل إيه.
فجأة كايل بيقول لها انت قلت لي اني اعتذر لمابل صح؟ يبقى اعتذر لها انت بدالي. وفجأة سيكا بيوقف وبيلغي الحاجز وبيكون غضبان جدا يا صديقي، وبيقول انتوا بتحاولوا تهزموني بلعنة، انا كنت الاقوى في حياتي السابقة. وفجأة بيستخدم جزء كبير من قوته عشان يعالج كايل، ولكن يوكي بتقول لها انت نسيت هدفك ولا ايه؟ لو استخدمت القوة دي الكل هيعرف انك انت الاقوى وهتبقى مشهور. وسيكا بيفتكر نفسه هو بيموت وبيوقف التعويذة. وبعد المباراة ما بتخلص سيكا بيقول لهم انه خلص على كايل لدرجة انه ما بقاش فاضل حاجة من جسمه. وبعد كده بيرجعوا الأكاديمية تاني، وبنشوف سيكا هو يتكلم مع المديرة. انقذت حياة البطلة المزيفة مابل، عاوزة حاجة تاني؟ بتقولها ده انت فهمت كل حاجة. وبعدين بتقولها انه مابل كانت حل الوحيد اني اخفي اما عن الشياطين. وبعد كده سيكا بيقول لها انه تجار روغروك باعوها ليكي وكانوا مفكرين انك هتقتليها، بس خطتك كانت انك تبعتيني معاها وافوز وهقدر احميها وارجعها معايا تاني. بتقولها كلامك صحيح. بعد كده سيكا بيقولها طيب انت ما فكرتيش اني ممكن كنت اخسر قدامها؟ بتقولها انا عشت حياة طويلة جدا وبمجرد اني ما بشوف الشخص اعرف قوته قد ايه. وبعدين بتقولها على اي حال سلامتها مضمونة في الاكاديمية. سيكا بيقولها يعني بقى ما فيش حاجة اعملها. المديرة بتقولها تقصد ايه؟ ده يدوبها بدأت حياتها كبطلة وانت لازم تعلمها وتحميها. سيكا بيقولها ما تقلقيش انا عارف ده كله. بنشوف سيكا هو قاعد بيتكلم معاهم. اما بتقول لهم العطله الصيفيه هتبدا بكره وانتوا راجعين بيوتكم. فجاه سيكا بيقول لها لا انا عندي مهمه تحقيق عن تنين في مملكه استيريا. بعديها اما بتقول لها الموضوع شكله هيبقى ممتع خدني معاك، بس سيكا بيرفض. مابل بتقول لها خدني معاك انا ما عنديش حاجه اعملها، بس سيكا بيقول لها لا عندك دراسه. وبعد كده بيطلب من ايفا انها تروح معاه وايفا بتوافق على طول. وفجاه هم قاعدين بيدخل عليهم التنين اكبر منهم وبيروح على سيكا بيقول لها شكرا لدعوتك ليا هنا. وبيطلع امير دوله استيريا واسمه سيليو. سيكا بيقوم بيرحب بيه ويقول له ما كانش في داعي انك تيجي، انا كده كده كنت هاجيلك. وفجأة هما واقفين الامير سيليو بيعجب بايفا وبيطلب ايدها للزواج ولكنها بترفض. ولما بيعرف انها عبدة عند سيكا بيقول لها تاخذ كام وبتسيبها لي، بس سيكا بيفرض طلبها برضه. وبعد كده البنت اللي معاه بتقول لهم تعالوا نتكلم في مكان تاني احسن وبيوافقوا. وبعد كده بيروحوا المكتب وسيليو بيقول لسيكا ابوك حكالك على موضوع التنين؟ سيكا بيقول لها ايوه بس لو عندك معلومات ممكن تقولها لي. سيليو بيقول لها انه التنين عاش مع اهل المملكة لاكثر من قرن وكان مسالم وقاتل مع اسلافه لطرد احد الجيوش الغازيه، بس بقى بيتصرف بغرابه من العام الماضي. سيكا بيقول له هو ليه التنين فضل عايش مع البشر كل ده؟ الامير سيليو بيقول لها انا زيك ما اعرفش حاجه، بس في حكايه من زمان بتقول انه التنين ده طلع من بيضه كانت تحت رعايه مملكه استيريا. بعد كده الامير سيليو بيقول مع انه الكلام ده كله اسطوره بس انا عاوزك تحقق في الموضوع ده. سيكا بيوافق. فجاه الامير سيليو بيقول لايفا ليه ما نتعشاش مع بعض النهارده؟ لسه ما خلصش كلامه والخادمه بتاعتها بتوقفه، بالمناسبه دي اسمها ليز. بعد كده سيكا بيسيبها وبيمشي وهو ماشي فجأة في حد بيشدها من ايدها مرة واحدة وبتطلع ايما ومابل. وايما بتقولها قول لنا على كل حاجة وبتقولها كمان اياك توافق انه الامير سيليو بياخذ ايفا. سيكا بيقولها مستحيل اعمل كده بس لو ايفا وافقت مش همنحها. وبعد يومين بدأ سيكا وايفا رحلتهم لمملكة استيريا وبعد 9 ايام بيوصلوا العاصمة. واول ما بينزلوا بيشوفوا التنين طاير في السماء وفجأة بيبدأ التنين بالهجوم عليهم. وبعد كده بنشوف شخص استدعى نمر وخلى التنين يهرب، ولكن فجأة التنين بيهجم على ايفا بس سيكا بيلحقها وسيكا بيبدأ يجري ناحيتها والنمر بيبدأ يهجم على سيكا. بس فجأة بنشوفها اتقيد من الرجل اللي استدعاه والأمير بيجي يجري عليه وبيقول لها ايه اللي انت بتعمله ده؟ وده اسمها زيكت. وبعد كده زيكتو بيقول لها ان التنين بدأ يهاجم الناس اللي في المملكة. بيجي سيكا وبيقول للأمير مين ده؟ الأمير بيقول لها ده رئيس عصابة أجرتهم. سيكا بيقول لها ليه أجرت عصابة؟ الأمير بيقول له عشان أقتل التنين. سيكا بيقول لها طيب هم بيقدروا يقتلوه؟ الأمير بيقول له انت شفت بعينك كيف انه النمر بتاع زيكتو قدر يبعد التنين. سيكا بيقول لها انه الفرق كبير بين حجمهم وده اللي راح يخلي قتله مستحيل، وأسوأ حاجة ممكن تحصل انه يسيب المملكة دي ويروح يهاجم دولة تاني. وفجأة بيتدخل زيكتو وبيقول لها انا قتلت تنانين كثيرة وبيكون الاثنين خلاص هيتعاركوا بس الامير بيوقفهم. وبعد كده سيكا بيقول لها انت اتفقت مع الشعب على قتل التنين؟ الامير بيقول لها انه المدينة بتاعتي وراح اعمل اللي عاوزه وخليك انت برا الموضوع. سيكا بيقول لها انا اسف اني عديت حدودي وبيسيبها وبيروح على ايفا ويبدأ يطلع غضبها عليها وبيقول لها ليه ما استخدمتي سحرك عشان تحمي نفسك؟ وبيقول لها انا مش هكون جنبك على طول، هتعملي ايه لو كنت انا مش موجود وازاي هتحمي نفسك؟ وبتبدا ايفا تعيط وبتقول لها اسفه. وفجاه الامير سيليو بيجي وبيقول لها ما فيش داعي تكون قاسي عليها كده، بس سيكا بيقول له انه الموضوع ده بيني وبين ايفا فانت ما تدخلش خليك برا الموضوع. وبعدين سيكا بيقول لها لو كنت عاوزه تحمي نفسك استخدمي سحرك او اجري على حد واطلبي منه المساعده. ايفا بتقول لها حاضر وسيكا بيقول لها يلا نرجع للعربه. هو ماشي بيقول في نفسه انا حاسس بالحزن تجاهها بس ما فيش حاجه في ايدي اعملها.
وبيطلع انه التنين اللي مروضه قتل اخوه الكبير في حياته الاولى، ومن ساعتها هو مخليه يخدمه، وهو كان خايف على ايفا مش اكتر. وتاني يوم بدأ سيكا وايفا يقرأوا كتب قديمة عن التنين ده عشان يعرفوا اي معلومة عنه وليه بدأ يهاجم الناس. وايفا بتقولها يا ريتني كنت اعرف اقرأ اللغة القديمة زيك، وبتسألها انت تعلمتها فين؟ بيقول لها في المكتبة اللي في بيتنا. وبعد كده بيقول لها انه التنين عمل كده برضه قبل 150 سنة، وده بسبب انهم انجبوا اطفال وبعدها ب50 سنة ماتت انثى التنين. ايفا بتقولها طيب ايه سبب اللي حصل دلوقتي؟ وده لان مفيش تنانين غيره. وبعد كده سيكا بيقول لها انا قررت اطلع الجبل. ايفا بتتفاجئ وبتقول لها قصدك هتروح لعش التنين؟ سيكا بيقول لها ايوه، افضل طريقة عشان افهم ايه اللي حصل هو اني اقرب من التنين. ايفا بتقول له ده خطر، واظن انه مفيش حد قدر انه يقاتل التنين حتى لو كان انت يا سيكا. بس سيكا بيقول لها انا مش ناوي اقاتله، واول ما يشوفني ههرب على طول. ايفا بتقول لها خلاص انا هروح معك، بس سيكا بيرفض وبيقول لها الموضوع خطير عليكي. فبتقول له كلامك صح. وبيجي الليل وبيكون سيكا صاحي وفجأة حد بيخبط عليه، وبتطلع ايفا وبتقول له انه في واحد ما خدم الامير سيلي وطلب اني اروح له بس انا رفضت. وبعديها بتطلب من سيكا انها تنام معاه هنا عشان خايفة، وسيكا بيوافق. وبعد كده بيناموا، وفجأة سيكا بيقول لها ايه رايك في الامير سيليو؟ وبتقول لها ليس لدي رأي بشأنه حقا. وبعد كده بيقول لها انت مش مفكرة تزوجيه؟ بتقول لها لا، وانت ليه بتتكلم في الموضوع ده اصلا؟ وبعد كده بتبدأ تعيط وبتقول لها انا اسفة اني ما قدرتش احمي نفسي امبارح. فسيكا بيقول لها مش اللي اقصده، انا قصدي انك تكوني زوجة الامير دي حاجة حلوة. وبعد كده ايفا بتكلمها بحزن وبتقول له هفكر في الموضوع، خلينا ننام دلوقتي. وتاني يوم بيروح للامير وبيطلب منها ما يزعجش ايفا. وبعد كده بنشوف ليزو وهي واقفة مع ايفا وبتقول لها انت اكيد لاحظتي ان الولد ده خطير، وبتكون قصدها على سيكا. ايفا بتتفاجئ من كلامها، وليز بتقول لها انت اكيد شفتي الارواح بتتجنبه، وده مش عشان انه ما عندوش قوة سحرية، بل بالعكس هما بيتجنبوه عشان انه خطير زيها زي الشيطان. وبعد كده بتقول لها يا ايفا انت لازم تبعدي عنها في اسرع وقت. بتقول لها تعالي ناخذ لفة في القصر. وبعد كده بنشوف سيكا هو راكب على راس الحريش وبيوصل لعش التنين. اول التنين ما بيلاحظ وجوده بيهجم عليه، بس سيكا بيصد هجومه. وبعد كده بيبدا الاثنين يتقاتلوا، بس سيكا بيعرف يثبته وبيدخل عش التنين ويتفاجئ انه في بيضة. ويوكي بتقول له ازاي ده حصل؟ مش المفروض انه التنين ده ذكر؟ سيكا بيقول لها ايوه، هو غير جنسها من ذكر لانثى. ازاي؟ ما حدش يسالني. وبعد كده بنروح لايفا وهي بتمشي في القصر مع ليز، وليز بتفضل تتكلم معاها وتقول لها انه الامير سيليو بيحبك، فايه رايك في المكان ده هنا؟ وبعد كده بنشوف سيكا وبيكون اتفاهم مع التنين وبقى صديقه. وبعدين بنروح لايفا اللي بتكون راحت للامير، والامير بيسالها ايه رايك في القصر بتاعي؟ بس ايفا ما بتردش عليه. وبيطلع الامير جايب تاجر عبيد عشان يقيم سعر ايفا ويشتريها من سيكا. وبعدين ايفا بتسالها انت بتعمل ايه؟ الامير بيقولها دي اجراءات عشان احررك من سيكا. بتقول له مستحيل تعمل كده، انت لازم تاخذ موافقه سيكا الاول. بيقول لها انه سيكا هيوافق طالما هدفع له فلوس كتيره، وحتى لو رفض انا هجبره انه يبيعك ليا. وبعدين بتقول له انا مش عاوزه اتحرر. الامير بيقول لها ليه؟ وبيجي واحد من رجاله الامير وبيقول لها لازم تخليها تبصم عليها. الامير بيقول لها بس هي مش موافقه. الراجل بيقول لها يبقى خلاص خليها تبصم بالعافيه. وبعد كده بيأمر حراسها يمسكوا ايفا، وايفا بتقول لهم سيبوني، ولسه هتهجم عليهم بس ليز بتفعل قوتها وبتقول لها اسفه، وبتجرح صباح ايفا عشان تبصم عليه. وليز بتمشي ناحيتها وخلاص هتخليها تبصم عليه، بس بيلاقوا التنين وراهم، والمفاجاه انه سيكا راكب عليه. هو ده الدخول العظيم والا بلاش. بيقول لهم عاوز حد بيستخدم عنصر النار يجي معايا. وبعدين ايفا بتكون مندهشه وبتقول لها ما كنتش اتخيل اني راح اركب تنين في يوم من الايام. اول ما بيوصلوا هناك ايفا بتتفاجئ، وفجاه في واحد بيهجم عليهم وبيطلع زيكت، بس سيكا بيوقف النمر بتاعها بسهوله. وبعد كده زيكت بيقول لها انه النمر بتاعي هيحولك لرماد، وبيخليه يهجم عليه وبيكون خلاص هيسيبهم. ولكن فجاه تعويذه ماء قويه بتبعد النمر عنهم، وبتطلع ايفا هي اللي استخدمتها، وسيكا بيكون متفاجئ منها. وزيكت بيخلي النمر يهجم عليهم تاني، بس سيكا بيستخدم تعويذه النار البيضاء وبيمحيهم خالص من على الارض. وزيكت بيوقف مصدوم وبيقول لها انت ايه بالضبط؟ سيكا بيقول لها انا اقوى ساحر في العالم. واول ما شافوا التنين وقف ورا سيكا بيجروا، وزيكت بيقول لهم ما تهربوش. سيكا بيقول له ايه وبيمسكهم كلهم. وزيكت بيكون لسه هيهجم على سيكا، بس ايفا بتحرق لها الكتاب. وبعد كده بياخذوهم وبيروحوا للامير، والامير بيامر حراسه يحبسوهم. وبعد كده الامير بيقول لسيكا ممكن تقول لي على كل حاجه؟ سيكا بيقول له انه التنين كان بيتصرف كده عشان البيضه، وقبل صداقتي اول ما ساعدته. وفجاه الامير بيطلب من سيكا انه يقتل التنين. سيكا بيقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ الامير بيوقف غضبان وبيقول له انا مش فاهم الموضوع بالضبط، انا كل عهد لازم احقق انجاز عشان كده انا بترجاك تقتله. بس سيكا بيرفض. الامير بيقول له بقى كده وبيأمر الحراس يسجنوه. وبيروح على ايفا وبيقول لها تعالي معايا، انت بقيتي حره ومش محتاجه تفضلي مع سيدك المريب ده. بس سيكا بيتعصب وبيضرب ايده وبيدي لها شويه كلام في جانبه، وبيقول له انا مستحيل ادي ايفا لواحد زيك ايها الطفل المدلل. فجاه ليز بتضحك وبتأمر الحراس يرجعوا لورا، وبتقول احنا هنسمع راي ايفا. النادر بترفض انها تروح مع الامير وبتفضل مع
مع سيكا، وليز بتعتذر لسيكا وبتقول ممكن اتكلم مع ايفا لوحدينا، وبتاخذها وبتطلع برا وبتقول ايفا هاتي ايدك انقل لك شويه من الارواح بتاعتي، وبتكون ارواح من عنصر النور النادر هتساعدك على الشفاء. وبعد كده بيمشوا عشان يرجعوا للاكاديميه، وبعديها بنشوف واحد واقف على شجره وبيشاهد فرقته وهي بتقاتل الوحوش، وده اسمها موديريف وشكلها قوي جدا، ودي اسمها بيسلاريا وقدرتها هي انها حد بيقرب منها بيتحجر، والارنب ده اسمها لوني وشكلها خطير برضه، والشيطان اللي شبه جاليوس ده اسمها غول. وبعدين بيتجمعوا على الواد ده، وفجأة في وحش عملاق بيجي وبيقول لرجالتها انا هتعامل معاه ما حدش يتدخل، وبيقدر يهزمها بسهولة، وشكلها ده اكتر واحد قوي فيهم، وبتكون مهمتهم انهم يقتلوا البطل. وسيكا شكلها لاحظهم وبيوقف لحظة كده، وايما بتقول لها وقفت ليه في حاجة؟ سيكا بيقول لها لا ما فيش اي حاجة. بشوف سيكا هو ماشي مع اصدقائه في الاكاديمية، وفجأة يطلب من ايما انها تروح البيت معاه، وايما بتتصدم من كلامه، والكل بيكونوا مدهوشين من كلامه، بس بيقول لهم ما تفهموش غلط، عائلتي طلبت مني اني ارجع للبيت عشان اقضي عطلة الربيع هناك، وابويا عاوز انه يشوف البنت اللي بتستخدم كل العناصر السحرية، وايما بتوافق انها تروح معاه، وبيطلب من مابل كمان تروح معاهم وبتوافق، وبعد كده يسيبهم وبيمشي، وهو ماشي باين عليه انه مش فرحان انه راجع للبيت تاني. يوكي بتظهر وبتقولها للدرجة دي مش عاوز ترجع البيت تاني؟ بيقول لها حاجة زي كده، وبيقول لها كمان خصوصا انه في حد ثاني عاوز انه يشوفك ومش ابويا زي ما قلت لك. ويوكي بتقول لها انت لو مش عاوز تروح انا مش راح اجبرك انك تروح وخليك قاعد هنا. بيقول لها انا دلوقتي سيكا مش اقوى طارة ارواح، يعني انا ما اقدرش اعمل اللي انا عاوزه، خصوصا اني مش عاوز حد يلاحظ قوتي عشان ما يحصلش نفس اللي حصل في حياتي السابقة. وبعد كم يوم بيروحوا البيت وبيقابلهم رفت ورئيس الخدم وبيرحبوا بيهم، ويبدأ يعرفهم على مابل وإيما، وإيفا بتطلع بنت رئيس الخدم واسمها إيديس، وفجأة واحد بيصرخ من وراهم وينادي على سيكا، وبيطلع جراي. انت تعرف انا كنت مستني اليوم ده قد ايه؟ سيكا بيسلم عليه وبيقول له انا سعيد انك بخير، هل انت مستمتع بدخولك للجيش الملكي؟ وبعد كده جراي بيقول لها انا ممتن جدا ليك يا سيكا، بس انا مش راح انسى الاذلال اللي انا عانيت منه من ساعة اخر مواجهة لينا. وبيتحدى سيكا في قتال، وفي الوقت ده إيما بتروح لإيفا وبتقول لها هو ده الاخ الابسط اللي كان بيأذيكم؟ إيفا بتقول لها ايوه، وفجأة إيما بتدخل وبتقول لها قاتلني بدل سيكا، وبعد كده سيكا بيقول له لو فزت عليها ساعتها هواجهك، وبيكون واثق جدا في إيما. جراي بيوافق ويقول لها اسحبي سيفك، وإيما بتستغرب وبتقول لها سيفي حقيقي ضد سيفك الخشب. جراي بيستهزئ بيها وبيقول لها هو ده كل اللي انا محتاجها ضد الضعفاء، وبيطلب من سيكا انه يكون الحكم، وسيكا بيقول في نفسها انه إيما البطلة يعني هتقدر تفوز عليه بسهولة، وسيكا بيوافق انه يكون الحكم، وبيقول لهم انه السحر ممنوع يعني معركة سيوف بس. وبتبدأ المواجهة وإيما بتهجم على جراي، بس جراي بيصد ضربتها وبيتفادى هجمتها بسهولة كمان، بس فجأة جراي بيعمل نفسها يوقع وإيما بتستغل الفرصة، وفجأة جراي بيكون هيستخدم السحر ولكنها بيهاجمها بسيفه وبيفوز عليها. إيما بتتعصب وبتقول له سيكا قال السحر ممنوع. جراي بيقول لها وانا امتى استخدمت السحر اصلا؟ إيما بتقول لها يعني انت خدعتني. جراي بيقول لها كل حاجة مسموحة في ساحة المعركة سواء الغش او غيره. إيما بتقول لها واجهني تاني، بس جراي بيرفض وبيروح على سيكا وبيقول لها مش هتوفي بوعدك وتواجهني. وبعد كده جراي بيقول لها انا سمعت اخبار انك فزت في بطولة العاصمة للمبارزة المختلطة مش كده؟ وفجأة بتدخل عليهم واحدة بتقول رؤية فارس مقدس يقاتل في مبارزة دي هتكون مواجهة ممتعة، وبتكون قصدها على جراي بالفارس المقدس. وجراي بيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ سعادتك انا قلت لك ما تمشيش لوحدك. بتقول له انا ما فيش في ايدي حاجة عشان انكم كلكم تركتوني خلفهم، قصدي انا تركتهم ورايا، وبتكون قصدها انها هربت من الحراس. جراي بيتعصب وبيقول لها ما تسيبيش التعب لاتباعي، بس بتقول لها مش مهم خلينا نركز ونبدا القتال حتى لو ما فيش حاجة نكسبها من القتال ده. وفجأة جراي بيقول لسيكا انسى الموضوع، وسيكا بيكون مندهش من كلامها، والبنت بتطلب منه انه يعرفها على ضيوفها، وبيبدا يعرفهم عليها. بتطلع اميرة الدولة واسمها فيونا، وكلهم بيتفاجئوا لما يعرفوا انها الاميرة. وبعد كده بيدخلوا القصر وهما ماشيين. يوكي بتسأل سيكا ايه لقب الاميرة المقدسة ده؟ سيكا بيقول لها مع انه مش لقب رسمي الا انها لقبوها كده عشان طريقة ولادتها. ويبدا سيكا يحكي لها قبل 15 سنة في كاهنة ولد الطفلة، وكان ابو الطفلة دي هو الامبراطور نفسه، والطفلة دي هي فيونا. وبيروحوا يقعدوا في اوضة الضيوف، وايما بتقرب من سيكا وبتقولها ايه اللي بتعمل الاميرة هنا؟ والاميرة فيونا بتقول لها ايما اخيرا شفتك، وبتكون عارفة انها البطلة، ازاي كل ده هنعرف كمان شوية. والاميرة فيونا بتكون معجبة بيها جدا، وبتقول لها تبدين كبطلة في قصة خيالية، وبتشكر سيكا انه وافق على طلبها، وبتطلع هي دي الشخص المهم اللي كان عاوز يشوف ايما. وفجأة بتطلب منهم انهم يطلعوا يتمشوا في العاصمة، وسيكا بيوافق، وايما بتكون متفاجئة من سلوك الاميرة. ايفا بتقول لها انا ما كنتش متوقعة اني راح اقابلها اساسا. وايما بتقول لسيكا الاكثر اهمية دلوقتي انت كنت عارف انها هنا؟ وسيكا بيكون متوتر ومش عارف يقول لهم ايه. وبعد كده بيجي وقت العشاء وهم بياكلوا. الاميرة فيونا بتقول انا لو كنت هتولد من جديد هفضل لو اقدر اطير في السماء، والكل بيتفاجئوا من كلامها ومش عارفين يردوا عليها. بس سيكا بيدخل وبيقول لها في الحالة
الحالة دي بوصيكي بإحدى الطيور اللي بتعيش في الغابات الجنوبية. بس فيونا بتقولها لو جات لي فرصة إني أتولد من جديد فعاوزة أكون كيان أقوى كالتنين مثلا. سيكا بيقول لها بعد اللي أنا شفته طلعت حياة التنانين صعبة جدا. فيونا بتتفاجئ وبتقول لها أنت شفت تنين؟ سيكا بيقول لها أيوة، رحت أنا وإيفا لمملكة أستيريا وهناك لقينا تنين، وفي النهاية بقى ما قرب منا وسابنا نركب على ظهره. وفيونا بتندهش من كلامها وبتسأل إيفا إيه العلاقة اللي تربطكم ببعض. إيفا بتقول لها أنا خادمة سيكا. في الوقت ده أبوه كان بيراقبها بصمت، بيفتكر كلامها مع إيديس وهو قاعد في مكتبة. بيقول لإيديس مفيش إلا أنا وإنت في المكتبة، تقدر تتكلم معايا بشكل طبيعي ولا أنت لسه متضايق مني إني أرسلت إيفا للأكاديمية؟ إيديس بيقول لها مش ده الموضوع اللي أنا زعلان منه، اللي أنا زعلان منه إنها خادمة لذلك الطفل اللعين. لامبورغ بيتضايق وبيقول له ما تقولش عليه كده، بعد إذنك هو بيعمل مهمة حلوة في المدرسة وما يسببش أي متاعب لينا. إيديس بيقول له إنه هذا الولد مخيف. لامبورغ بيقول له إنه أنا شايفه شخص جيد. وفي الوقت ده سيكا بيلاحظ إنه أبوه مركز معاه فبيسألها في حاجة. أبوه بيقول لها أردت شكرك على مساعدتك في موضوع أستيريا. وبعد كده بيسألها أنت لسه شايف الأكاديمية مكان مناسب ليك؟ فسيكا بيقول له أيوة. أمه بتقول له أكثر من كتابة رسائل لينا. فسيكا بيتفاجئ وبيقول لها حاضر، وده لأنه عمرها ما تكلمت معاه خالص. وبعد كده بنشوف سيكا وهو في غرفة نومه، وبنشوف يوكي وهي بتعيب على الأميرة فيونا وبتستهزئ فيها، وبتقول لسيكا أنا مندهشة إنك قادر تتحملها. سيكا بيقول لها الوضع هيكون وحش لو ما حدش يتحملها. يوكي بتقول لها أنا شخصيا بكره الأميرة المقدسة. فجأة سيكا بيقول لها بالتفكير في الموضوع زوجتي في حياتي السابقة كانت زيها. ويوكي بتتفاجأ من كلامها وما كانش تعرف انه متزوج في حياتها الاولى. وفجأة ايما بتدخل عليهم وسيكا بيقول لها كان لازم تطرق الباب الاول. ايما بتقول لها انا متأكدة اني فاجأتك. وبعد كده بتسألها هنعمل ايه بعد تخرجك من الاكاديمية. بيقول لها انا بخطط اكون مغامر. وبعد كده بتسيبها وبتمشي. وتاني يوم بيمشوا في العاصمة وبيروحوا السوق، والاميرة فيونا بتطلب من جراي يشتري لهم حاجة من عند البائع. وسيكا بيكون متفاجئ من تصرفات جراي لانه بقى هادئ. وفجأة الناس بدأت تطل عليهم، والاميرة فيونا بتقول كان لازم البس زي البنت دي عشان ما حدش ياخذ باله منا. وفجأة فيونا بتقول ايه ينبغي انك تفعل التقرب من شخص هكذا، وبيكون قصدها على البنت والشاب اللي ماسكين في ايد بعض. سيكا بيقول لها في القصص بيتقرب شخصين من بعضهم عن طريق احدهم الاخر. وايما بتقول لها سمعت قصة زي دي من مغامرين كتار. فيونا بتقول لها الموضوع شكله ممتع. وبعدين ايما بتبدا تحكي لها قصص المغامرين وبتقول لها احدهم بينقذ الاخر من وحش او قاتل، وبعدين الاثنين بيبداوا يحبوا بعض. وجراي بيقول لهم مواضيع كلها سخيفة. ايما بتتعصب وبتقول له ايش بالكم انتوا الاخوة. فجأة الاميرة فيونا بتنظر لسيكا وبتقول انا هحب فكرة انه شخص يجي وينقذني. وايما بتقول لها ايوه الموضوع هيبقى جميل جدا. بس سيكا بيدس لها على الجرح وبيقول لها في حالتك يا اما انت اللي راح تنقذيه. وايما بتتضايق منه. وبعد كده هم ماشيين سيكا بيسالها وين نحن رايحين، فبتقول لها لهناك. فبيقول لها في مكان معين، فبتقول لها لا نحن بنمشي وخلاص. وايما بتقول لها انت هتفضل ماسك ايدها لحد امتى؟ وشكلها بدات تغير. فسيكا بيسيب ايدها وبيقول لها بعد اذنك. بس الاميره فيونا بتقول ولا يهمك بس خليك قريب مني لاننا مش عارفين اللي ممكن يحصل. بيوصلوا لمكان بناء. فجأة الأميرة فيونا بتمسك إيد سيكا وبتقولها تعال نقرب شوية. وهم واقفين الحبل اللي مربوط به الخشب فوقهم بيتقطع، بس جراي وإيما بينقذوهم. وإيما بتسألها ليه وقفت من غير ما تعمل حاجة. سيكا بيقول لها أنا كنت عارف إنكم هتتعاملوا مع الموضوع بسهولة. وبعد كده بنلاحظ إنه الأميرة فيونا كانت محبطة شوية وبتروح تشكر إيما وجراي. وبعد ما باليوم بيخلص بنشوف جراي هو يتدرب وسيكا بيجي من وراها بيبدأ يمدح فيه. جراي بيقول لها عاوز حاجة مني. فجأة جراي بيتفاجئ وسيكا بيقول لها إنه الأميرة فيونا بتقدر تشوف المستقبل. وسيكا بيتفاجئ من كلامه هو في حاجة زي كده أساسا. جراي بيقول له أيوة عشان أمها ما كانت مجرد كاهنة، دي كانت وسيطة روحية. وساعة الأميرة فيونا ما اتولدت أمها اتكلمت عن نبوءة البطل وملك الشياطين. وبعد كده بنشوف سيكا هو بيلعب لعبة الشطرنج مع الأميرة فيونا. وفجأة الأميرة فيونا بتقولها إيه رأيك نتراهن اللي يخسر ينفذ طلب للفايز. وسيكا بيوافق طبعا. هما بيلعبوا بيفضلوا يتكلموا في كلام ملوش لازمة مش مضطرين نسمعه. وفي الأخير بتفوز الأميرة فيونا وبتقول له هفكر في الطلب اللي راح أطلبه منك. وسيكا بيقول في نفسه كنت أتمنى لو إنها نسيت موضوع الرهان ده. وبعد كده بياخذنا المشهد لمكان تاني وبنشوف ناس كثيرة ميتة وكأنهم كانوا بيحاربوا وحش. وبيطلع اللي قتلهم هم الشياطين دول اللي عاوزين يقتلوا البطلة إيما. وزعيم مجموعة الشياطين دول هو الراجل اللي لابس أبيض واسمه زورو. وبيبدأ يشرح قوة كل واحد في المجموعة. الشيطان الأحمر اسمه موديريف ودي قوتها عبارة عن قوة جسدية فقط. والشيطان الأرنب ده اسمه لوني وقوته هو إنه يقدر يروض الوحوش. والشيطانة بيرسيلا مستخدمة عين الشر. والشيطان الأخير اسمه غول ودول مهمتهم يقتلوا البطلة إيما. وبعد كده بنشوف سيكا وأصدقائها هم راجعين للأكاديمية مع الأميرة فيونا في طريقها. هم ماشيين في الطريق سيكا بيكون راكب في عربية الأميرة فيونا وأصدقائها إيما وإيفا وما راكبين عربية تاني. وفجأة بيحصل انفجار قدامهم وسيكا بيطلع فوق العربة وبيطلعوا قطاع طرق وبتكون مهمتهم إنهم يقتلوا الأميرة فيونا. وبيبدأ
بيبدأ قطاع الطرق يهاجموا سيكا، بس سيكا يستخدم تعويذة بيصد كل هجومهم مرة واحدة، بيفضلوا يهاجموا سيكا بس سيكا بيتعامل معهم كأنهم لسه أطفال صغيرة. وفجأة بنشوف جراي خبط الباب ويطيرها بعيد ويأمر جنودهم انهم يحموا الأميرة، وتبدأ الجنود تهاجم قطاع الطرق، وسيكا بيكون مندهش من أخوه لأنه قادر يتحكم في الجنود دي. هو واقف مندهش، الأميرة فيونا بتطلب منه انه يمسك قطاع الطرق أحياء، وسيكا بيوافق بسرور وبيستخدم تعويذة بيمسك بيها كل قطاع الطرق مرة واحدة. وبعد كده بيوصل سيكا وأصدقائها الأكاديمية، وفجأة الأميرة فيونا بتقول لسيكا مهما حصل اتأكد اني في صفك، واللي خلاها بتقول كده أكيد انها شافت حاجة من المستقبل. وسيكا بيكون واقف متضايق شوية لأنه عرف انه في حاجة هتحصل. وبنشوف بعد كده زورو وبقية الشياطين هم خلاص وصلوا للمدينة اللي فيها الأكاديمية. وبعد كده بنشوف سيكا هو عند مديرة الأكاديمية وتطلب منه يمثل الطلاب في بداية السنة الجديدة، وسيكا بيوافق على طول. وبنشوف سيكا بعد ما بيطلع من عند المديرة هو ماشي بيتكلم مع يوكي وبيقول لها من هنا ورايح مش راح أكون خايف إني راح أتشهر وهتصرف طبيعي دلوقتي. وفي الأخير بيقول لها ما تبعديش عني لأني هبقى مشغول شوية. وبياخذنا المشهد لزورو وبقية الشياطين هم خلاص وصلوا الأكاديمية، بس زورو بيكلم نفسه وبيقول ما فيش أي جنود من الجيش الإمبراطوري هنا، والبطرة لسه صغيرة، بس مش عارف ليه أنا خايف. شكله ما بيعرفش الوحش اللي جوا، قصدي على سيكا. وفجأة بيتلفت لأصدقائه وبيقول لهم حان الوقت اللي هنفذ فيه المهمة اللي جينا عشانها، وبيبدأ يراجع معهم الخطة وبيقول لهم إحنا هنجمع الطلاب كلهم في مكان واحد ونجذبهم كلهم. وغول بيفعل تعويذة تنقلهم داخل الأكاديمية. أول ما بيدخلوا بيلاقوا الأكاديمية كلها عبارة عن ضباب أحمر وبيكونوا متفاجئين، بس هما ما يعرفوش إنه دي تعويذة سيكا، هو عارف إنه هما هنا. بنشوف غول أول ما بيدخل يفعل تعويذة النار عشان يقدر يشوف، وفجأة بنشوف 2 من الطلاب وبيهاجمهم من غير تفكير. أول ما بيقرب منهم بيتصدم. وبعد كده بنشوف الأرنب لوني هو ماشي مع بيرسيلا، وفجأة في طالب بيظهر قدامهم ولوني بيخلي الوحوش بتاعته تهاجمه. وبعد كده بنشوف مديريف وهو ماشي وفجأة حد بيهاجمه بسكاكين، والمرة دي بتطلع مابل وبتبدأ مابل تهاجمه بس بيتفادى ضربتها بسهولة. هو يبدأ يهاجمها وما بتكونش قادرة تعمل حاجة غير انها تدافع، بس مابل بتطوع عليه سكاكين ومديريف بيصدها بذراعها وبيضحك عليها. ولكن فجأة في سحر أسود بيخرج من السكاكين بيقيد مديريف، بس مديريف بيفك نفسه بسهولة وبيفضل يضحك عليها. فجأة مابل بتربي عليه سكاكين تاني بس مديريف بيصدها وبيهجم عليها، لكنه تفاجأ لأنه بيلاقي مابل اختفت من قدامه وسيكا هو اللي كان بيكون أنقذها. بعد كده بنشوف زورو هو واقف ولكنه بيتفاجأ لأنه بيلاقي بقية الشياطين وراه، وفجأة هم واقفين بيتكلموا مع بعض، بيسمعوا صوت حد جاي من وراهم وبيطلع سيكا قاعد بيغني. وبنشوف مديريف هو بيتكلم مع سيكا وبيقولها انت اقوى واحد قابلته، ولسه بيقول له انا اتحداك، وبنلاقي راس مديريف اتقطع. وبكده مديريف بيكون مات من هجوم واحد، وبتهجم عليه بيرسيلا بس عين الشر ما بتقصرش في سيكا، وسيكا بيستدعي الثعبان الابيض. وقبل المعركه ما بتبدا بيرسيلا بتموت لوحدها عشان قلبها بيوقف، وبيجي دور لوني وبيحاول يربط الثعبان الابيض. وفجاه زورو بيصرخ وبيقولها اهرب بسرعه بس ما بيلحقش والثعبان بياكله. وفي الوقت ده الاثنين الباقي بيكونوا مرعوبين. غول بيقول لزورو مين ده؟ زورو بيقول له ده ملك الشياطين، وبيكونوا مستغربين ازاي ملك الشياطين واقف مع البشر وبيحمي البطل. وبتبدا معركه بينهم بس سيكا بيقدر يهزمهم في ثواني. وبعد كده بيرجع حفله الاكاديميه، وفجاه في جنود بتدخل القاعه بيقبضوا على ايما بتهمه انها قتلت مبعوث من الشياطين، والجنود بتقبض على ايما وبتاخذها. وبعد كده سيكا بيروح للمديره والمديره بتقول لها ما تقلقش انا بضغط على الامبراطوريه من عده نواحي. سيكا بيقول لها وانا هستناكي لحد ما يقتلوا ايما، وبتكون الامبراطوريه عاوزه تقتل البطل عشان يتجنبوا الحرب ما بين ملك الشياطين والبطل. وبعد كده سيكا بيسيبها وبيمشي. اول الليل ما بيجي سيكا بيستدعي تنين وبيأمرها يروح السجن اللي فيه ايما. اول ما بيوصل يستخدم تعاويذ كثير عشان يدور على ايما. وبعد كده سيكا ما بيقتل الجنود كلهم بيروح لايما، وايما بتتفاجئ وبتقول لها ايه جابك هنا؟ سيكا بيقول لها جيت اطلعك من هنا. ايما بتقول لها انت عارف انك كده هتسبب مشاكل لعائلتك، ارجع انتظرني في الاكاديميه. وهم اول ما بيعرفوا اني ما عملتش اي حاجه هيطلعوني ان شاء الله. سيكا بيقول لها ما تحلميش، دول هيموتوك عشان انت البطله وخايفين من قوتك في المستقبل. وايما بتكون متفاجئه من اللي بيقوله. وفجاه سيكا بيحس انه في حد جاي عليهم وبيهجم عليهم من غير تردد، وبيطلع اخوها جراي ولسه هيبداوا قتال ما بينهم بس الاميره فيونا بتوقفه. سيكا بيقول لها اكيد شفت اللحظه دي قبل كده، يا ترى جايه تشرحي ايه اللي بيحصل ولا هتبعتي لي مجموعه الضعفاء اللي فوق دول؟ الاميره فيونا بتقولها دول هيحرسونا عشان ما حدش يقاطعنا واحنا بنتكلم، عشان انا الوحيده اللي عارفه انت خطير قد ايه. سيكا بيقول لها إيه اللي جابك هنا؟ فيونا بتقولها جيت اجاوبك على اسئلتك كدليل على حسن نيتي. سيكا بيقول لها ما فيش حاجه مهمه في كلامك، مين عطاك الحق انك تقتلي البطله بدون سبب؟ لو ما كانتش هتفيدك تقدري تتجاهليها وتعتبريها مش موجوده. فيونا بتقول له انه البطله لديها القدره لبدء الحرب بمجرد تواجدها، ما فيش اي حد دلوقتي عاوز انه حرب تحصل حتى الشياطين، عشان كده كانوا يبعتوا مختالين يقتلوا البطله عشان عاوزين يعيشوا في هدوء وسلام. وبتقولها كمان انا متاكده انه
انه ايما مش هتوصل لقوة البطلة السابقة. سيكا بيقول لها ليه؟ فيونا بتقول لها عشان انت موجود يا سيكا وبتحميها على طول، وكده هي مش رح تواجه اي صعاب، قوتها مش رح تزداد اكثر من كده. سيكا بيقول لها وايه يعني اسيبها تموت عشان الجميع يعيش بسلام؟ هو ده اللي انت بتحاولي تقوليه يا فيونا؟ فيونا بتقول لها دي مش رغبتي، الاكاديمية بتحاول تحميها وانا كذلك، وانا هستخدم كل سلطتي عشان اخرجها من هنا سالمة. وبتقول لها فاكر الرهان بتاع الشطرنج؟ سيكا بيقول لها انا اللي خلاني اوثق فيكي. فيونا بتأمر جراي يخلي الجنود يمشوا وبتاخذهم وبتطلع برا، وبتقول له انا جهزت لك عربة، خدها وروح مملكة راكن الحرة، انا تكلمت مع العمدة اللي هناك، هو هيستقبلكم هناك. سيكا بيقول لها طالما وصلنا لكده خليني اعمل حاجة عشانك. بيستخدم تعويذة ويعيد احياء الموتى، وايما وفيونا بيكونوا مندهشين من اللي عمله. وتاني يوم فيونا بتكتب رسالة لايفا ومابل وبتقول لهم المكان اللي سيكا رايح له، واول ما سيكا ومابل يوصلوا المدينة بيلاقوا ايفا ومابل هناك. وكده يكون انتهى الانمي، ويا رب تكونوا استمتعتوا، وكمان راح انزل الانمي كامل قريبا. واذا في اي حد مش مشترك بالقناة فرجاء انضم لعائلتي المتواضعة، واكتب لي تعليق اني جديد في العائلة دي وراح ارد عليك باذن الله. ويلا اشوفكم في فيديوهات تانية، ومع السلامة.